بالله الناس اللي قاعدة تتكلم بعد ساعات تخاف وبعد ساعات يحب يكتب ويعلق على الوضع. سي طون دغوا، راهو مش ماكش تعمل في حاجة. راك عيب ولا انت ضد البلاد ولا كيما يحبوا يفهموك البهايم هذوكم؟ انت كي تنقد رئيس ولا تنقد الدولة انت خائن وما تحبش تونس. راهو هذا راهو يحبوا يوصلوه لكم، يحبوا يوصلوكم انك انت كي تولي تخمم كمواطن واعي انت خاين وسقط ومكش وما تحبش بلادك وشارينك ويوسخوك. معناها انت بيدك تولي تقول شبيه يفك عليا اخويا. ليه مع مواصل حبيبي حقك هذاك كمواطن كيما حقك في العيش وحقك في درا شنو، ما فيها حد شيء، لا فيها عيب لا قدام ربي لا عباد وراو. حتى ربي حتى الحرام مش حرام. انت خويا حاكم فاشل، انت خويا طبيب ماكش باهي، انت وزير ماكش باهي. كيما كي يجيك مقاول لدارك ولا بناي يبني حيت معوج، قول له حيت معوج ما تعرفش تبني، انا نخلص فيك باش تبني حيت صحيح. ولذا كي انت تحكي كلام منطقي ونظيف هكايا وتلقى ناس تسب فيك وتخون فيك وراجل وماكش راجل، هذوكم راهو ناس هما الخونة، هما اللي ياخذوا في فلوس. وهذوكم جينيرالمون راهو ماهمش ناس بالحق. 90% شوف لي كونت نتاعهم تلقاهم اللي حاطط ورده واللي حاطط تمساح واللي حاطط تصويره سيد واللي حاطط تصويره عبد اخر مش هو. وكان تحكي معاه احكي معاه لي باش يحكي يناقشك. كان فما واحد مش عاجبه ولا عاجبه الوضع ولا يشوف انه البلاد ماشيه في ثنيه باهيه، ما يسالش يفسر لنا، نحكيو معاه بكل تربيه واخلاق والدنيا. اما كي يسب لك امك وابوك ويخونك هذوك نزيد نشيخ انا رو بيرسونيلمون. دونك معناها ما تخليوش يطيحوا لكم العزيمه نتاعكم ويحبطوكم. راهو هكاك هي في كل الديكتاتوريات. اي انسان نظيف يحكي تجي الديكتاتوريه تحط له عباد لا هي به حاطين ملياردوات راهو معناها بيجي باش الناس هذيا خدمتهم انت تهبط فيديو دوب ما تقول قيس سعيد ولا الدولة هكايا فما الكود هذاك يهبطوا عليك خويا يمسخوك ويسبوا لك امك وولادك. وفما شكون يخاف يقول لك فك عليه يجبد روحه. ليه ليه خويا يقعدوا يحكيوا على رواحكم حقهم هذايا. وهذا باش تميز تونس اليوم انه اليوم العباد نجم تخرج الشارع والعباد نجم تحكي وننقدوا الرئيس هذا واللي من بعده واللي من بعده واللي من بعده واللي بعده. وخلي الكلاب تنبح تسب هذوكم ناس كلاب الفيسبوك ذوباب ذبابه ذوكم. دونك الناس اللي يسبوا فيكم تيحل قدرك وامك وابوك ما تاخذيهاش بيرسونيل تشوي يقول لك ماكش راجل ولا امك ترى شنو ترى شنو. يا بلوكيه يسبوا، انا نبلوكي 80% ونسب 10%. وكل 10% الباهين بيرسونيلمون نجم نناقشوا من حقه هو زاد يدافع على الدولة يدافع على قيس سعيد وعنده هكا النظرة نتاعو ونحاول نقنعه ولا حاول يقنعني. انا تنجم تقنعني كان بالفعل صاحبي معناها باش نشوف البلاد بعباد. وفما ناس ما تحشمش ما عندهاش ضمير وما عندهاش اصل. يشوف ولاد بلاده قاعدين يموتوا بالشر، يشوف ناس قاعده تحرق وناس قاعده تموت وناس قاعده تفلس وهو يقعد يدافع وناس قاعده تتظلم تحط في الحبس وهو يقعد يدافع. ما عندهم ضمير ناس هذوما ما عندهمش. الناس هما اللي ما يحبوش البلاد مش نحن نحبوا بلادنا ما خير ما دامنا نتكلم ونحبوا بلاد. بالله لقينا قيس سعيد مشي البلاد بالكدا وقلنا له لا. انا من الاولانيين اللي وقفنا معاه وصفقنا معاه وقلنا له رانا معاك وفازي منا بيه خاطر بالحق نظيف. لكن كي نظيف هو اليوم وظلم عباد حطهم في الحبس وما يعرفش يخدم، ايه خويا خلي لغيرك. ما قلنا حد شيء غايب. وتولي انت ما تحبش البلاد وتسب في الرئيس. ما سبيناش الرئيس، عمرنا ما سبيناش الرئيس. كان جينا نحبوا نسبوه تشوفوا السبين. ما سبينا حد وبلادنا ما نسبوهاش. وفما ناس مخاخه صغيره ما يفرقوش ما بين الرئيس وبلاد. الوطن ومواطن حطيناه رئيس طلع مسؤول. معناه المسؤول ما هوش وطن، راه مسؤول يخدم عند الشعب. يا اخي يا اخي هذوما حاجات كيما راهو تابل دو ملتيبليكاسيون بك تعرفهم انت صغير. معناها ابجديات هذوما المواطنه. معناها لازمك تعرف انت اليوم شنو هو دور الرئيس وشكون الرئيس. موظف اعلى موظف في الدوله ذاك خويا زاد نحاسبوه حقنا نحن. يا اخي معارضه اليوم كلمه معارضه ولات مشيتنا وعيب وخايف والشيطان وساقط ومسخ وجاسوس وخلصوا فيه. انا كانت فيكم واحد راجل بالحق يجيب لي بالادله شكون يخلص فيا ومع شكون يعطي فيا في الفلوس وشكون يمول فيا. ما هو كلام هذا يتمسخوا. واللي عنده حاجه زاد مسخ علي انا زعما برشا. اسمع عنا التاريخ اعطيني بالاثبات شنو هو تاريخي ونشوفوا شكون تاريخه نضيف وشكون تاريخه مسخ. كانك انت مخبي بوت مخبي ورا
ورا الفيسبوك، اخرج بالحق تكلم، اخرج بالحق تكلم. وقت تشوفهم هكا الهمال اللي يتكلموا ويجيو يخرجوا يسبوا، لو واحد فيهم خرج، خاطر ما عندهمش، ما ينجمش يعطيك ارجيومون. لو واحد فيهم خرج اليوم حكايه دافع على قيس بالحق، فما كعبتين ولا ثلاثه يعرفوا يحكيوا، كلها سبان والكلها اتهام. ماكش راجل، عنا خنارك، نعرفوك. مش كان عليا انا، راهو اي واحد مسكين، اي واحد مسكين. فما ناس حتى مساكن نعرفهم سياسيين تكلموا كيف ماكش راجل. سخيل انا من الاول سخيلهم انا بركه يميدوا بعض الناس الكل، نساء ردهم حشاك قحاب، ورجال كلهم ردهم موبل. كان هما رجال وكان هما وطنيين وكان هما يحبوا البلاد نظاف، وامسخ منهم ما فماش. وفيكم راجل بالحق اليوم اعطينا اليوم بالرسمي التطورات الاقتصاديه متاع البلاد وين، والعباد شيخه ولا والعباد مقهوره ولا مش مقهوره. انت بدك راك مقهور واقتصاديا وضعك مشيت مليت مبيت، فهمتيش ولا؟ وكل كلب كي تدافع على الدوله منهاره تعبه. وكل عاده نقول لكم ما تخليهمش يحبطوكم، الناس هذوما، بالعكس تشيخوا عليهم. انا كل ما نعمل فيديو ويهيجوا ونشوفهم بالالاف يخرجوا يعملوا فيديو، ما نقول معناها والله شويتهم، قسما عظما شويتهم، معناها كلامي في الصميم. وهذاك اللي نكملوا نشويهم حتى اللي يظهر الحق. راه ما يهمنيش انا في الاخر. انا نحب البلاد تتطور، نحب العباد تظلمش، ونحب الناس اللي تشردها لبرا ترجع لبلادها، من حقهم يتمتع بولاده وبعائلته وبدرك شنو. علاش حارم الناس من الكلام، حارم الناس من الحريه وحطتهم في الحبس، والبلاد حتى اقتصاديا مش قاعده تمشي؟ علاش؟ براه ربي بجاه ربي باش نموتوا الناس الكل. ايش باش تقول له ربي المولى عز وجل؟ ايش باش تقول له الناس اللي حطيتهم في الحبس والناس اللي حرمتهم وهربوا خاطر قالوا فيك كلمه حق، والناس هذوكم اللي مرضى والناس اللي ماتت بالاكسجين والناس اللي جوعتهم؟ ايش باش تقول له المولى عز وجل اللطف؟ تي واحد عنده عائله بعد ساعات يبدا مسؤول عند ربي 4 من الناس ويبدا حاير فيهم. ايش باش تقول له المولى عز وجل؟ خلينا انت ضميرك اليوم كي ترقد وحدك انت والجماعه هذوكم اللي معك، باش تقولوا له ربك الناس اللي جوعتوهم والناس اللي شردتوهم والناس دخلتوهم الحبس والناس اللي ظلمتوهم والناس اللي كذبتوا عليهم ما نجم تعملوا لهم حتى شيء، وكل البلدان هذوكم اللي عندهم لا مال لا ضوء لا اقتصاد لا التنميه، وكل بطاله وكل الناس بالدبلومات نتاعهم قعدوا لبرا، وكل مرضى في السبيطارات اللي ما عادش عندهم ديزيكيبمون، وكل عباد والحاله نتاع البلاد. باش تقول له المولى عز وجل شديت الحكم وكرسي وسكنت في قصر وتضرب في 30 مليون وكرشك خرجت وحناك حنكو تضرب في اللونغوست وعباد ميتة بالشر؟ هذه انت كيما سيدنا عمر، معناها سيدنا عمر ضرب اللونغوست وبات في قصر وكرشو خرجت هكاكا وعبى الباكو، معناها عمل سكن في قصر سيدنا عمر. ايش باش تقول له ربي المولى ما انا مسلمين، هيا خلينا نرجعوا المرجع الوحيد نتاعنا. ايش باش تقول له المولى انت؟ باش تقولوا له قالوا لي معذب؟ باش يقول لك هي عذبتهم انت، هاي جا تو نتحاسبوا. حسبي الله ونعم الوكيل.